بنبدأ مع واحدة اسمها نينج، وبتكون بتشوف شقتها اللي كانت مأجراها، فبيوريها توم الوكيل العقاري حالة الشقة اللي بتكون اتبهدلت واتخربت على ايد المستأجر السابق، وبيقول لها ان المستأجر ساب البلد ومش بيرد على ايميلاته. ولما نينج بتسمع كده بتتعصب وبتزعل جدا، وبتقول انها مش هتقدر تدفع الالتزامات بتاعتها من غير ايجار الشقة دي. فبيقترح توم عليها فكرة تحل ليها المشكلة دي، وبيقول ليها ان عنده عميل مهتم ببيت نينج الكبير، وبيقترح ان عيلتها تنتقل للشقة دي ويأجروا البيت الكبير بدل ما هم قاعدين فيه، وده هيجيب لهم فلوس اكتر. لكن نينج بتقول ان البيت في الحقيقة ملك جوزها، وان جوزها مش هيوافق على الفكرة دي بسهولة. بعد كده بنشوف عيلتها اللي بتتكون من جوزها اللي اسمه كوين وبنتهم اللي اسمها انج، وهم بيفطروا، وبتتكلم نينج مع جوزها عن تأجير البيت والانتقال للشقة، لكنه بيعرض الفكرة وبيقول ليها ان الافضل انهم يبيعوا الشقة دي ويخلصوا من قرفها ومشاكلها، وكمان لانه قلقان ان البيت الكبير ممكن يخرب زي ما الشقة خربت، لان المستأجرين ملهمش امان. لكن نينج بتطمنه ان ده مش هيحصل لان المستأجرين الجدد هم دكاترة. بعد كده بنشوف نينج في الشغل بتاعها، ولما بتعرف ان المستأجرين الجداد جايين يشوفوا البيت بتطلب من كوين انه يقابلهم ويوريهم المكان، وبيكون جوزها لسه متردد، لكن هي بتقنعه انه يتكلم معاهم قبل ما ياخد القرار النهائي. بعد كده لما نينج بترجع للبيت بتلاقي كوين بيتكلم مع ست كبيرة اسمها ريتري اللي بتديله كتاب لونه احمر، وبتتعرف نينج على المستأجرين اللي هم ريتري وبنتها نيتش، وبيقولوا انهم اتنين دكاترة، وبيسألوا نينج امتى يقدروا ينقلوا. لكن قبل ما نينج ترد كوين فجأة بيقول لهم انهم يقدروا ينقلوا الشهر اللي جاي. وبعد شهر بنشوف عيلة نينج بالفعل بتجمع حاجتهم وبيتنقلوا من البيت. لكن قبل ما يمشوا نينج بتروح تودع جارتهم اللي اسمها العمة فورني، وبتطلب نينج من العمة فورني انها تتصل بيها لو المستأجرين الجداد دول عملوا اي مشاكل. وبالليل العيلة بتكون استقرت في شقتها، وبالصدفة بيكون اليوم ده هو عيد ميلاد انج بنتهم، وبتعمل العيلة احتفال صغير، ونينج بتدي بنتها عروسة صغيرة هدية. لكن انج بتكون مش عاوزة العروسة دي، وبتقول لها انها عايزة عروسة جوري ام شعر بنفسجي. فنينج بتعتذر لبنتها وبتشرح ليها ان العرايس دي خلاص ما بقتش بتتصنع تاني. وبعد كده بنشوف كوين بيستعد للنوم على الكنبة، فبتستغرب نينج وتقول له يدخل ينام جوه في الأوضة، لكنه بيرفض وبيقول لها انه مش عايز يزعجهم مش خيره. فبتشكره نينج على موافقته انهم ينتقلوا للشقة، وبتحاول تقرب منه، لكن فجأة بتلاحظ نينج وشم على شكل مثلث على صدره. فكوين بسرعة بيقول لها انه عمل الوشم ده بعد ما سكر وخسر رهان مع مديره. وبعد كام يوم نينج بترجع البيت عشان تجيب شوية ألبومات صور من المخزن، بس نوتش ما بتكونش مبسوطة انها شافتها، لكن رغم كده سابتها تدخل. واثناء ما كانوا بيفتحوا المخزن نينج بتلاحظ نفس الوشم اللي على شكل مثلث على رقبة نوتش، وده خلاها في حالة من الحيرة. واثناء ما نوتش كانت جوه نينج بتستلم رسالة نصية من العمة فورني اللي دعتها فيها انها تزورها قبل ما تمشي. فبتروح نينج للبيت العمة، والعمة فورني كانت قلقانة وقالت لها ان الجيران الجداد دول مش باين عليهم انهم دكاترة خالص، لانهم قاعدين في البيت طول اليوم وفي ريش غراب متعلق على الباب وكانهم بيعملوا سحر. وكمان قالت لها ان كل يوم حوالي الساعة 4 الفجر كانت بتسمع اصوات ترديد جاية من اوضة نوم انج القديمة. وكمان افتكرت ان في ليلة كان كلبها بيهوهو بصوت عالي جدا، ولما بصت بره شافت سرب من الغربان طاير فوق بيت نينج. في اليوم اللي بعده اكتشفت ان كلبها قتل ومات، وساعتها العمة فورني بتبدأ تعيط وهي بتحكي الكلام ده. ولما نينج بترجع البيت بتفتح قاعدة البيانات الطبية وبتدخل اسماء المستأجرين. بتتفاجئ لما بتلاقي ان اسمائهم مش مدرجة في اي قاعدة من قواعد البيانات الطبية، وبيتضح انهم ما هماش دكاترة فعلا. تاني يوم بتتكلم نينج مع صديقها في الشرطة اللي اسمه نوت، وبتطلب منه انه يعمل تحقيق عن المستأجرين. فنوت بيسألها اذا كانوا عملوا حاجة غير قانونية، فبتقول له لا، لكنها بتشك انهم ممكن يكونوا من طائفة دينية او بيعملوا سحر من نوع مضر. بعد كده بتكون حوالي الساعة 4 الفجر ونينج تصحى فجأة، فبتلاقي الشباك مفتوح، ولما بتيجي تقفل الشباك توصلها رسالة من العمة فورني اللي بتقول ليها ان الجيران بيعملوا طقس من الطقوس بتاعتهم دلوقتي، وبتبعت ليها الجارة العجوزة فيديو لراتري وهي بتعمل طقوس غريبة. لكن الفيديو بتقطع فجأة لما راتري بتبص مباشرة للعمة فورني في التليفون، فبتخاف نينج جدا وبتسأل العمة اذا كانت كويسة، لكن ما بيكونش فيه رد. فبتروح نينج تشوف جوزها على الكنبة اللي بينام عليها في الصالة، لكن الكنبة بتكون فاضية. فبتتصل عليه لكنها بتسمع تليفونه بيرن في مكان قريب، وما بيعديش وقت طويل وبيرجع كوين من بره وبيقول لها انه كان رايح يتخلص من فار كان لقاه في الشقة. لكن نينج بتلاحظ انه ماسك الكتاب الاحمر اللي راتري كانت اديتهوله، فبتسأله عنه. فبيقول لها كوين ببساطة انه استخدم الكتاب ده عشان يصطاد الفار وانه هيرميه. لكن لما نينج بتدخل الأوضة بتشوف جوزها بيحط الكتاب في شنطته وبيقفل عليه بقفل. وتاني يوم الصبح بتروح نينج تشوف العمة فورني لانها ما ردتش على رسالتها وبتخبط عليها، لكن محدش فتح ليها الباب. وفجأة بتشوف نوت اللي بتقول لها ان العمة فورني راحت تزور ناس قرايبها بره المدينة. فنينج بتقول ان العمة فورني ما عندهاش قرايب بره المدينة، لكن نوتش بتقول ان فورني هي اللي قالت ليها كده. ولما نينج بترجع شقتها بتلاقي حاجات بنتها متبعترة في كل حتة، فبتتعصب جدا وبتروح
بتروح عشان تزعق ليها على اللي عملته، لكنها بتلاقي عروسه لعبه قاعده، وبتكون العروسه دي هي نفس العروسه جوري اللي انج كانت عايزاها في عيد ميلادها واللي ما بقتش بتتصنع خالص. فجاه العروسه بتبدا تتكلم، وبتاخد انج العروسه بسرعه من والدتها، وبتقول ليها انها كانت هديه من والدها بمناسبه عيد ميلادها. بعد كده بالليل بتصحى نينج من كابوس، فبتلاقي العروسه بتبص لها بطريقه مخيفه، فبتقلق وتخاف وبتحطها بعيد. لكن بعدين بتسمع جرس من موبايل كوين بره الاوضه، وبتشوف ان الساعه 4:15، فبتبص فبتلاقي كوين بيجهز عشان يخرج ومعاه الكتاب الاحمر. فبتقرر ساعتها انها تراقبه، لكن وهي بتجيب موبايلها بيقع الشاحن على الارض وبيعمل صوت، فكوين بيسمع وبيرجع ينام على الكنبه. بعديها بتحصل حاجه غريبه، بتحاول نينج تشيل القماش اللي كان متعلق على المرايه واللي كان شكله مزعج، فبتشوف شبح في المرايه لكن ما كانش فيه حاجه في الحقيقه. فبترجع تبص تاني في المرايه، فبتشوف الشبح بيلمس انج، فبتتفزع وبتشغل النور لكن بيختفي الشبح. تاني يوم الصبح بتلاحظ نينج خدوش على صدر بنتها تشبه مثلث لكن بشكل غريب، ففهمت ان في حاجه شريره بتحصل، فبتقرر تفضل صاحيه لحد الساعه 4. وبالفعل بتسمع المنبه بتاع كوين وبتطلع في الممر، وبتشوف جوزها خارج من الشقه ومع الكتاب الاحمر، فبتمشي وراه لغايه السطح. ولما بتوصل بتشوف سرب غربان طاير حواليها، وفي نفس الوقت شافت كوين قاعد على السطح وبيعمل طقوس غريبة، فقررت انها تسجل ده على موبايلها وتصوره. لكن شبح ظهر وحجب الكاميرا وما قدرتش تشوف الشبح في الحقيقة، لكن لما استخدمت الكاميرا كان قدامها مباشرة. فبتحاول نينج انها تلمس الشبح رغم خوفها، لكن فجأة الغربان بيهجموا عليها، فبتخاف وبتجري بسرعة وبترجع للشقة وبتتظاهر بالنوم. ولما بيجي كوين وراها وينادي عليها ما بتردش عليه، فبيخرج من اوضه النوم ويسيبها. والصبح لما كوين بيكون في الحمام، نينج بتفتش في شنطته وبتاخد الكتاب الاحمر، ولما بيخرج بتخبي الكتاب في هدومها وبسرعة تدخل للحمام وبتحاول تقرا محتوى الكتاب، لكن بتتفاجئ ان الصفحات بيضاء وفاضية. في اللحظة دي كوين بيبدأ يخبط جامد على الباب وبيسألها اذا كانت اخدت حاجة من شنطته، فنينج بتخاف وتفتح دولاب الحمام عشان تخبي الكتاب، لكنها بتتفاجئ انها لقت في الدولاب مليان بتمائم ورسومات وتعاويذ لطقوس سحرية. وبعد الظهر بتروح نينج مدرسة بنتها عشان تاخدها، لكن فجأة بتشوف راتري هناك مع انج، وبتشوف بنتها حاطة الكتاب على وشها كأنها بتقرا فيه، وبيكون هو نفسه الكتاب الأحمر، وده خلاها تتعصب جدا وتجري ناحيتهم. لكن للأسف الاتنين بيختفوا في لحظة، وبعد لحظات بتظهر بنتها، ولما بتسألها إذا كانت راتري هنا فالبنت الصغيرة بتنكر وتقول لها إن لسه جاية من حصتها. لكن في اللحظة دي نينج بتشوف علامة مثلث على رقبة بنتها، فبتنصدم وعليه. بتقرر إنها تسيب البيت وتاخد إنج معاها، وبتقول ليها تقعد في العربية على ما تطلع تجيب شوية حاجات من البيت وتنزل ليها تاني. لكن لما بترجع للعربية بتتفاجئ إن كوين جه وركب في العربية، فنينج بتقول له انهم هيمشوا، وقالت له ان ريتري بتحاول تأذي بنتهم، لكن كوين قال لها ان ده تصرف سخيف، وقال لها ان ريتري وان عمرها ما هتعمل كده. فبتتضايق نينج من اللي بيقوله ومن تصرفاته، وبتقرر انها تمشي، لكن كوين بيطلب منها انها تسيب البنت، وبتحصل مشادة بين الاتنين، وبيجي الامن وبيمسك كوين وبيسمح لنينج انها تمشي. بعد كده بنشوف الام وبنتها في غرفة فندق، وانج باين عليها انها متضايقة وبتقول انها عايزة ترجع تساعد ابوها، وده خلى نينج تفهم ان البنت عارفة حاجة، فبتسألها تقصد ايه، لكن انج ما بتردش عليها وبتفضل تعيط. تاني يوم نينج وصديقها الشرطي نوت اتقابلوا في لوب الفندق، وبتعرف انه اكتشف معلومات مهمة عن المستأجرين، فبيقول ان هويتهم مزورة واسم راتري الحقيقي مختلف، وان مفيش ضدها تهم جنائية، لكن في شيء مريب لانها زورت هويتها للايجار. بعد كده بترجع نينج لغرفتها في الفندق، وبتتصدم لما بتلاقي بنتها مختفية، فبتتوتر جدا لما بيقول لها موظف الفندق ان انج راحت مع ابوها، فبتجري بسرعة على الشقة لكن ما بتلاقيش حد هناك. وبتلاحظ نينج دم نازل من السرير، ولما بتشيل المفرش والملاية بتشوف مثلث مرسوم بالدم، فبتترعب وبتجري على البيت عشان تشوف ريتري، لكن المكان كان فاضي وسايبين وراهم حاجات كتير كانوا بيستخدموها في الطقوس. فبتتصل بتوم وبتعرف ان المستأجرين عزلوا من يومين وان جوزها كان يعرف، وبتحكي نينج لتوم على اللي حصل وهي مذعورة وخايفة وبتطلب مساعدته. فبيطلعوا يدوروا على انج، لكن في نص الطريق بتلاحظ نينج وشم المثلث على ايد توم، فبتفهم ان هو كمان عضو في الطائفة دي ومشترك معاهم. فبتتظاهر نينج انها دايخة ومحتاجة ترجع، وبتطلب منه انه يوقف العربية، وبالفعل بيقف، وبيقرب منها توم عشان يشوف حالتها، فبتجري بسرعة عشان تدخل العربية وتقفل الابواب، لكن توم بيكسر شباك العربية ويضربها ويفتح شنطة كبيرة وبيحطها فيها وبياخدها البيت معزول جنب بحيرة. وبالصدفة بيرن المنبه بتاعه، وكانت الساعة 4:15 الصبح. في اللحظة دي بنرجع فلاش باك 11 سنة لورا، وبنشوف كوين عايش مع اخته اللي اسمها جا،
في نفس البيت الكبير بتاعه، وبنعرف ان امهم سابتهم وفضلوا هما الاتنين بس كأسرة عايشين هناك. وبنشوف كمان ان عروسة جوري ام الشعر البنفسجي كانت بتاعت اخته جا، وكانت هدية ليها من ابوها، وكانوا عايشين مبسوطين بحياتهم. لكن في يوم حصلت حاجة مؤسفة، جا دخلت الحمام عشان تاخد دش، لكن اثناء ما كانت بتستحمى السخان انفجر فجأة وقتلها بشكل مأساوي. وبعد الحادثة كوين دخل في حالة اكتئاب شديد جدا، وبدأ يتعامل مع الدمية كأنها اخته، وكان بيكلمها بشكل متكرر. وكمان وصلت به الحالة انه بيحضر ليها الاكل. لكن حياته اتغيرت تماما لما نينجا خبطت على بابه كمندوبة تأمين، وبعديها بدأوا علاقة واتجوزوا بسرعة، وكمان خلفوا بنت. لكن رغم كل حاجة كوين لسه كان مفتقد جا، وكان حزين عليها جدا. وفي يوم شاف كوين إنج بنته وهي بتغني وبتتكلم مع جا، لكن الطفلة قالت انها كانت بتتكلم مع الارنب بتاعها. ومع مرور الوقت كوين كان بيلاحظ ان إنج بتتصرف زي اخته، حتى في انها بتفضل نفس الاكل والالعاب. وبعد ايام وهو بيعرض البيت على راتري لما جت تأجره، حست فورا ان جا ماتت هنا، وقالت له ان روحها لسه موجودة في نفس المكان لانها ماتت صغيرة جدا. وساعتها راتري ادته الكتاب الاحمر وقالت له انه ممكن يساعده، ووعدته لو قدرت تتنقل للبيت هيكون عندهم فرصة يتكلموا اكتر. وفي اليوم اللي بعد كده كوين بقى مشارك اكتر في الطقوس على امل انه يتواصل مع اخته. لكن بعد محاولات كتير مع الشيطان في جلسات الاستحضار، راتري قالت له ان الوقت جه عشان روح جا اخته تتنقل لانها مش قادرة تفضل هنا للابد. فكوين بدأ يبكي بشدة وقال لها انه لسه ما شافش اخته، وتوسل لراتري انها ترجعها. وساعتها قالت له انه ممكن، لكن الموضوع هيتطلب جسم بنت تانية في نفس عمرها. واقترحت كمان ان إنج بنته هي الانسب، وطمنته ان روحين ممكن يعيشوا في نفس الجسم عادي. وبعد ما عرف ان إنج مش هتتأذي في العملية دي فبوافق كوين على الخطة. بعد كده قدم كوين دمية جوري اللي ليها شعر بنفسجي لإنج وشرح ليها الوضع، والبنت اعترفت له انها شافت روح جا في البيت، لكن قالت له انها ما شافتهاش من وقت ما اتنقلوا للشقة الجديدة. ومع ذلك هي موافقة على خطة ابوها لانها عايزاه يكون مبسوط وعايزة عمتها ترجع. وفي اليوم التاني ريتري راحت شرحت لكوين انها عشان الطقس ينجح إنج لازم يكون عليها 3 علامات، وقالت له انا عملت علامة واحدة وبتخطط انها تعمل التانية في المدرسة النهاردة، اما العلامة التالتة فلازم تكون بايدك وتعملها بنفسك لانك انت ابوها وهي من دمك. وعشان كده ريتري راحت لإنج في المدرسة وعملت علامة المثلث على رقبتها. وبنعرف بعد كده ان إنج لما راحت للفندق مع والدتها اتصلت بابوها وادته العنوان، وبعديها راحوا على البيت عشان يقابلوا ريتري. ولما نينج وصلت وكانت بتدور عليهم كانوا استخبوا جوه بيت لعمة فورني وشافوها وهي خارجة من البيت. وبعد ما مشيت رجعوا للبيت تاني عشان يكملوا وبدأوا في تنفيذ الطقس السحري. ومع بداية الطقس كوين استخدم دمه لعمل علامة على جبهة إنج استعدادا لاستضافة روح تانية جواها. وبعد شوية لاحظ ظل بنت صغيرة، ساعتها كوين افتكر انها جا اخته وحس بسعادة كبيرة. لكن مع نمو الظل العمة فورني هي اللي بتفتح الباب وبتدخل فجأة، وكوين كان مبسوط لرؤيتها، لكنها طعنته فجأة وعيونها اتغيرت للون الابيض، كانت عبارة عن شيطان فبيحاول انه يهرب، لكن هي مسكته وطعنته مرة تانية وقتها. وإنج اللي كانت قلقانة جريت ناحية والدها، لكن نوتش وصل وسحبها بعيد. بعد كده ريتري بتطلع عروسة خشب وبتقدمها وبتكون فيها روح بنتها الصغيرة اللي ماتت وهي عندها 7 سنين. وبنكتشف ان ريتري ما كانتش ناوية تساعد كوين ولا حاجة، بل بالعكس كانت بتدور على جسم مناسب لبنتها هي عشان ترجعها للحياة من خلاله. ومن خلال مجموعة من الفلاش باكس بنشوف ازاي ريتري والمجموعة كان بتعقبوا إنج لعدة شهور عشان يستخدموها، وعشان كده خربوا الشقة بمساعدة توم الوكيل العقاري طبعا، وخلوها تبان كأن سكان الشقة هم اللي عملوا كده. وفي أول ليلة ليهم في البيت الكبير ريتري اكتشفت روح جا وهي بتتجول في البيت، كمان لقيت عروس جوري في المخزن فحبست روح جا جواها، وده كان السبب اللي خلى إنج تبطل تشوفها بعد ما عزلوا للشقة. وكل يوم كانوا بيعملوا طقس عشان يصحوا روح برا بنت ريتري. وبنرجع للحاضر وبنشوف توم وهو بياخد نينج للبيت اللي عند البحيرة، لكن فجأة بيرن المنبه بتاعه وبيلاحظ ان تليفون نينج هو كمان بيرن جوه الشنطة، فبيفتح الشنطة عشان ياخد منها التليفون ويرميه، وبالفعل بيرميه. لكن لما بيتلفت نينج بتكون خلاص اختفت هي كمان، فبيبدأ يدور عليها وبتكون نينج مستخبية تحت العربية تستعد للهجوم عليه. وفي البيت الطقس مع إنج بيكون بدأ، وكوين اللي كان على وشك الموت بيحاول
بيحاول يخلص بنته منهم بكل يأس. وبنرجع لنينج بنشوفها فجأة طلعت ومعاها مقص بتاع الشجر وهجمت على توم. وبنشوف كوين ونوتش بيدخلوا في معركة شديدة لكنها في النهاية غلبته. وبعد ما كوين وقع نوتش جالها رسالة من تليفون توم وبيقول انه عايز ينضم ليهم وبيسأل عن المكان. لكن نوتش ما كانتش عارفة ان نينج هي اللي قتلت توم واخدت تليفونه وهي اللي بعتت الرسالة منه. وبعد شوية نينج بتكون وصلت للبيت وبتاخد شاكوش وبتعمل انفجار في المطبخ، فبتحط سبراي في الميكروويف وبتشغله. فنوتش بتجري لتحت عشان تطفي النار، فبتقدر نينج تطلع فوق. ولما بتوصل الأوضة بتشوف بنتها فاقدة الوعي على السرير، وريتري بتعمل طقس غريب جنبها، فبتحاول نينج انها تضربها على دماغها لكن بيكون في قوة غير مرئية منعها. وفي المراية بنشوف مجموعة من الأرواح ماسكة نينج وبتمنعها تأذي ريتري. فنينج بتحاول توجه ضرباتها للعروسة الخشبية اللي جنب بنتها وبدأت تضربها بشكل متكرر. وبعد شوية بيطلع شبح من العروسة وبيحاول يخنق نينج، لكنها استخدمت الشاكوش لتحطيم المثلث اللي بالدم المرسوم عليه، وده خلى الدمية تختفي وتنفجر خالص. وبتحاول نينج تهرب من البيت مع بنتها لكن ريتري ونوتش بيواجهوها وبيحاولوا يوقفوها. ونينج بتتوسل ليهم انهم يسيبوا بنتها، لكن ريتري ردت ان دي مش بنتها لان انج ماتت بالفعل. وفجأة السقف بينهار عليهم. بعد كده بنشوف الكل محبوسين تحت الانقاض، وريتري بتشوف ان انج بتفتح عيونها بتاخد شيء حاد وتطعنه في جمجمة نوتش. وبنرجع لاخر لحظات من عمر كوين لما شاف روح جا في عروسة جوري واستخدم دمه كعلامة على العروسة وبيطلب منها انها تنقذ بنته. وفي الحاضر انج قربت من ريتري وضربتها كذا مرة لحد ما ماتت. وبعد شوية الشرطة بتوصل وبيلاقوا انج مع ابوها الميت وبتبكي بشدة. وبعديها لما نينج زارت بنتها في المستشفى بتتصدم لما تسمع البنت بتناديها عمته مش يا ماما. وبدأت البنت تبكي وقالت لها انها في الحقيقة جا ومش عارفة ايه اللي حصل لانج. ولما سمعت نينج كده انفجرت في العياط، وجا اعتذرت لانها حلت مكان بنتها. رغم كده نينج حضنتها وقالت لها ما تعتذرش لانها لسه بنتها. وبنشوف نينج وبنتها راكبين عجلة ورايحين للمدرسة. وهنا بتكون البداية، لكن البداية اللي ده وقتها فعلا انك تشترك على القناة.